أهلا بكم من جديد مع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي في عودة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. المباراة اللي فاتت انتهت بالتعادل الإيجابي على ملعب سانتياغو برنابيو. هذه المباراة ستكون على ملعب الاتحاد ملعب مانشستر سيتي. المباراة دي زي ما احنا عارفين مهمة لكلا الطرفين بالنسبة لريال مدريد ومانشستر سيتي. في ناس بتقول انها مهمة اكتر لمانشستر سيتي، ان هو عايز زي اول لقب دوري ابطال بيوصل للنهائي ويحقق. بس بالنسبة للريال يقول لك عادي، انتوا معاكم 14 دوري ابطال، هي المشكلة ان ما لو طلعتوا السنة دي. لا بس برضه مش عادي، برضه المباراة دي مش هتكون سهلة على مانشستر سيتي زي ما الناس بتفكر. يعني الناس كانت متوقعة إن مباراة الذهاب في البرنابيو هتبقى صعبة على الريال، ومانشستر هيفرض أسلوبه، وهالاند ودي بروين يعملوا. اتفاجئوا في الآخر إن الريال كان ند عنيد ليهم، وعرف يقفل في المباراة، وعرف يخطف جون في الأول، ويكون في أغلب عمل خطورة كبيرة في الشوط التاني عليهم. يعني ريال مدريد مش زي ما هما فاكرين واقع. ايوه ماشي، سيبك من الدوري الاسباني، دي ريال السنه دي كان واقع في الدوري الاسباني برضه، مش فورمه. برضه في الدوري الاسباني ما كانش ريال فورمه عاليه يعني الموسم ده. بس برضه في الابطال الدنيا بتتغير، يعني في الابطال الدنيا بتختلف 180 درجه. الريال احنا دينا شفنا فيه لاعبين كتير، يعني كارفاخال كان اغلبيه الموسم واقع. جه في الماتش اللي فات خنق على جريليش، ما شفناهوش في المباراه. جريليش في المباراه دي بالكلاحة بتاعته. يعني كارفاخال كان لاعب ماتش حلو. من أفضل كانت أسلحة الريال في المباراة السابقة كامافينجا. يا جماعة كامافينجا، وكمان اتأكد إنه هو هيشارك في مباراة العودة. في ناس خافت إنه في آخر ماتش كان اتصاب، بس اتأكد الأخبار إنه هو هيلعب. في التشكيلة، يعني التشكيلة بنظن بالنسبة لريال مدريد يعني في حاجات كتير مش هنعرف كان متوقع. يعني الهجوم هيبقى بنزيما، رودريجو، فينيسيوس. رودريجو المباراة اللي فاتت يعني ما كانش له دور كبير في المباراة، بس يعني إن شاء الله في المباراة دي هيكون ليه أدوار أكتر. وبنزيما برضه ما كانش في فورمة في المباراة اللي فاتت، فورمة في الماتش اللي فاتت، بس يعني ممكن في المباراة دي يعوض ويسجل. لكن عندك خط النص فالفيردي ومودريتش وكروس مش عارفين هيغير. في ناس بتقول ممكن لا يلعب سيبايوس بدل مودريتش، ومودريتش الشوط التاني. يعني سيبايوس يعني كان مع أرسنال، عارف طريقة السيتي وعارف يتعامل ازاي مع جوا الدوري الإنجليزي والملاعب الإنجليزية. وبعدين شايفين ان اللاعب كويس يا جماعة، يعني ما فيهاش مشكلة لما سيبايوس يلعب، يعني حتى لو شوط ونشوفه هيأدي بالذات مع سرعة السيتي. يعني السيتي ممكن متوقع أكيد هيبقى ضاغط في بداية المباراة. هيبقى الضغط كله على ريال مدريد بالذات عشان عامل أرض الجمهور. يعني السيتي هيبقى ضاغط في أول مباراة، وهيشوف هيستنى رد فعل الريال. مش عارفين رد فعل الريال، هل أنشيلوتي هيقفل هيفتح؟ بس ما أظنش هيفضل يفتح في البداية في المباراة دي، هيفضل مقفل. هيستنى يشوف السيتي هيعملوا إيه. ممكن يحاول يخطف جون، يلعب على المرتدات في الشوط الأول، يخطف جون. وبرضه في تشكيلة بعد كده عندك الدفاع زي ما هو، يعني هيبقى كامافينجا في الشمال، لوكا كارفالا على يمين، وألابا. عارفينش رودريجير هيلعب ولا ميليتاو، بس احنا عايزين رودريجير أحسن. رودريجير يعني كان قافل على هالاند في المباراة اللي فاتت، وهالاند محدش شافه، يعني ما فيش خطورة. قلل خطورة هالاند خالص في المباراة دي. كان يعني هالاند في جميع حتة كان يروحها كان رودريجير وراه، يعني ما بانش. فيعني هيبقى ممكن احتمال كبير رودريجير يعني برضه. مش اختيارات انشيلوتي مش كتيرة يعني يا جماعة. مش احنا عارفين يعني دكة الريال على ما فيهاش بدل كبير. من الناحية التانية وبرضه أكيد كورتوا في الحراسة، ده اللي أنقذ الريال من كذا كورة. بعد كده عندنا السيتي ما تعرف لهمش تجيبوا لهم تشكيلة منين ولا منين، يعني من كتر اللعيبة اللي عندهم. التشكيلة بس هي ممكن في كام تغيير كده بالنسبة لبرناردو سيلفا مع كامافينجا ما عرفش يعدي. كامافينجا كان موقف الطرد خالص، يعني الجهة دي. يعني برناردو في ماتشين الباير كان قافل عليه، كان يعني كومان
يعني برناردو سيلفا كان في ماتشين البايرن كان مع ند الند، وكان عامل مباراتين أقوى من بعض، وكان راهن على جوارديولا وكسب الرهان. لكن بالنسبة لريال مدريد كامافينجا قفل على الدنيا خالص، يعني قفل عليه ما ينور، ما سابوش يعمل أي حاجة. ما أظنش يلعب بيه. المباراة دي عايزة محرز رياض محرز بيحب الندية، بيحب يبان في المباريات دي. المفروض يسيب له فرصة محرز في المباراة دي. أيوة أنا عارف إن هو برناردو عشان الواجب الارتداد الدفاعي والقصص دي بس الارتداد الدفاعي في لقطة بين مودريتش وكامافينجا كان هناك وطلع بالمرتد. يعني ما اتوقع اي حاجه. بس محرز ممكن يعمل شويه شغل من الادوار الهجوميه اكتر من برناردو، ويتعب كامافينجا شويه. فمش عارفين. وبرضه في ناس بتقول عايزين يلعبوا الفاريز، يعني الفاريز يعني ما فيش. بعدين زمان كانوا بيقولوا لما تتعادل برا ارضك بيبقى لك افضليه. الكلام ده كان زمان يا جماعه، ما فيش افضليه الجون برا الارض. وانت كمان بتلعب ريال مدريد، ممكن يعاقبك في اي لحظه. الريال ممكن يعاقبك في اي لحظه. جوارديولا عليه زي كده. يعني في ناس بيقول لك انشيلوتي ما بينامش. لا يا جماعه، ده اللي بينامش فعلا جوارديولا من المباراه دي. جوارديولا بيحلم بالمباراه دي. يعني ريال بعبع البطولة، ريال بعبع البطولة دي. يعني انت وبعدين تقول لك يعني ريال فاز على تشيلسي وليفربول على أرضه. ايه المشكلة يعني؟ إيه انجلترا ولا الدوري الانجليزي؟ فاز على أرضه ريال على تشيلسي وليفربول. يعني مش هيقدر يفوز على السيتي؟ لا هيقدر. بس المباراة دي غلط، يعني مباراة تكتيكية وغلطات صغيرة. يعني أقل غلطة هتضيع المباراة. يعني عايزة تركيز من أول الدقيقة الأولى لغاية الدقيقة 90. يعني المباراة دي عايزة تركيز جامد من لاعبين الفريقين. الفريق اللي لعيبته هتخرج بره جو المباراة أو يأس تتسلل، خلاص راحت. إن شاء الله. في ناس كتير تتوقع السيتي، بس أنا أتوقع ريال برضه في النهاية. هيعملها تاني. جوارديولا هيعملها تاني جوارديولا. بس برضه هتبقى مباراة صعبة على الريال. ما حدش يقدر يقول في المباراة. بس برضه الريال بيعرف يتعامل مع الضغط. كلنا فاكرين ماتش 5-2 في الأنفيلد يعني بالليفربول. وإن شاء الله هتبقى مباراة قوية كما هي التوقعات. زي ما المباراة اللي فاتت كانت قوية وكان فيها كل حاجة، الناحية التكتيكية، أداء جماعي، تكفيل، هجوم، أهداف. يعني كانت مباراة متكاملة الصراحة المباراة اللي فاتت. وإن شاء الله نستنى رأيكم في الكومنتات وآراءكم إيه في المباراة، توقعاتكم في المباراة. هل الريال هيكسب ولا ولا مانشستر سيتي؟ ولا برضه عندنا ماتش الميلان والإنتر. إيه رأيكم مين الميلان والإنتر؟ يعني الدنيا نتيجة شبه محسومة للإنتر. ما أظنش الميلان هيعرف يعمل حاجة يعني. المباراة كان عمل على الملعب المرة اللي فاتت في السانسيرو. هي الملعب. يعني في ناس بيقول لك السانسيرو إن الملعب، ما هو يبقى عم الملعب. فنشوف المباراة القوية بين الريال والسيتي، ونستنى آراءكم ونشوف المباراة تنتهي عليه. والمشترك معنا في القناة يشترك معنا يا جماعة ويدعمنا. وعايزين نوصل 10,000، وعايزين الحلقة دي تكمل حتى 1000 لايك. وموجودك معاك ونشوف تفاصيل المباراة. إن شاء الله هنعمل لايف بعد المباراة ونشوف المباراة القوية دي ترسى علينا. نشوفكم مباريات أخرى.